قولي لي اي شتيمه بالروسي. عارف ان اكيد سالت على السؤال. فكره انا كنت مؤدبه جدا، كنت برفض ان انا اتعلمهم والله. انت ما تعرفيش شتيم؟ اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من بودكاست يعني اعمل ايه. حلقه جديده ومعايا جاست بنظبط الحلقه اللي احنا هنعملها بقالنا اكتر من شهر تقريبا. بس هسيبها هي تعرف نفسها. سلمى بليز. اول حاجه ويلكم. ثانك يو. بما اننا احنا اول مره نتقابل اوكي. اتكلمنا قليل جدا، فخلينا اعتبر ان احنا مش بنسجل بودكاست وخلينا نتعرف على بعض عشان انا خلاص يعني قولي لي انت كام سنه، جامعه ايه، بتعملي ايه في أوكي. حياتك كده. انا سلمى، عندي 25 سنه. الدراسه بقى دي كلها حاجات يعني ميكس غريب جدا. انا كنت اصلا علمي، يعني كنت بقى بدرس بقى بيولوجي وساينس وفيزيكس والحاجات دي وكده، بس رحت قررت ان انا ادرس في الجامعه لانجويجز. اوكي. فدخلت ألسن عين شمس. اتعلمت روسي وايطالي. اوف، انت بتتكلمي روسي وايطالي فلوينت؟ الروسي فلوينت، الايطالي لا، يعني الذكاء. بتبقى سكند لانجويج الماينر، فبيبقى الدنيا مضحكه جدا اللي هو يعني. زي الفرنش مثلا بالنسبه لنا اللي خدناه في المدرسه ولا؟ بالظبط. طب بتكلمي قولي حاجه روسي كده. آه، الموضوع ده سمعيني حاجه. عارف ان ده اقول حاجه الكليشيه اللي هو انا اسمي ايه، نيازافوت سلمى، اسمي سلمى. بس دايما كانوا بيتريقوا عليا في الجامعه عشان الاكسنت بتاعتي في الراشن زي الجيرمان اللي هو تقيله تبقى الاكسنت. كده. بس انا كانت الاكسنت بتاعتي اللي هو بيتيت بيقعدوا يقولوا لي الامريكان اكسنت بتاعت الراشن وكده. فاهمك. بس دي حاجه فشيخه ان انت اوكي، عندي اسئله كتير. إيه اللي خلاكي تقولي اوكي انا عايزه اتعلم لغه مبدئيا يعني؟ انا كنت شايفه ان انا بحب اللغات وانا في المدرسه، وكانت اكتر حاجه انا شاطره فيها كانت اللانجويجز ان جنرال اللي كنت بدرسها. يعني درست انجلش ودرست فرنش وايطالي. انا ايطالي اتعلمته في المدرسه وفي الجامعه، بس فشلت فشل ذريع فيه. فكنت شايفه ان دي حاجه لذيذه يعني ان انا اتعلمها. الاول كنت اصلا عايزه ادخل اعلام، بعدين كله قعد بقى يقول لي انت لسه متحجبه، فاعلام هيكون كليشيهات بقى اللي هو لا ما ينفعش بنت محجبه والكلام ده. فكنت صغيره يعني 17 سنه، فاللي هو خلاص ماشي هتعلم لغه. فرحت بقى اتعلمت اللغات دي. اخترتهم بناء على ايه بجد ما عنديش اي فكره. بجد يعني. بس انا كنت اصلا اكتر حاجه عايزه ادرسها، كنت عايزه ادرس في الكليه انجلش، عشان بقى الادب والحاجات دي في الانجليش حاجات كلها يعني كانت حاجات بالنسبه لي شداني قوي. بس سمعت ان الدكاتره مش احسن حاجه. فرحت قلت خلاص بقى اتعلم روسي. واو، كله عبث اللي هو يعني. زي ما جت. بالظبط. طب انت مثلا looking back هل حاسه انه looking back ده كان احسن حاجه فعلا ممكن تحصل لك؟ اعتقد يعني انا مش حد بحب ان انا يعني ايه، مش عايزه اكون بقى كليشيه وما بندمش على حاجه وكده. بس بحب اشوف ايه احلى حاجه حصلت او ايه اكتر حاجه استفدتها من اللي حصل ده. شايفه ان انا لو كنت مثلا دخلت الحاجه اللي انا كنت بفكر فيها الاول اللي هي اعلام، كنت ممكن اكسل. او انا عندي دايما حاجه كده في دماغي اللي هو لو الحاجه اللي انا بحبها قوي ما بحبش اشتغلها وما بحبش اتعلمها اللي هو تبقى هي دي اللي بتجيب لك فلوس. بالظبط. لان حاسه ان هتخنق منها، يعني زي ما بتخنق من شغلي العادي يعني. اوقات بحس كده، اوقات بقعد اقول يا ريتني كنت عملت اللي انا عايزاه. بس انا حاسه ان انا لا يعني راضيه، حاسه ان ده احسن مكان. تعرفت على ناس حلوه، الصحبه الحلوه اهم حاجه. انا فاهمك قوي حته انه ما تقلبيش الهوايات بتاعتك لحاجات تجيب لك شغل عشان تبقى بتشتغلي لها في الاخر مش بتعملي حاجه لنفسك. وده اللي حصل لي. يعني انا عملت الغلطه دي. دخلت اعلام برضو. اوكي. وعشان كنت هدخل هندسه. ما تساليش ليه، يعني انا كنت علمي رياضه وكنت بعشق الماث. وكان ساعتها انت كنت علمي رياضه ولا علوم؟ لا كنت علوم. علمي رياضه كان فيه اللي هو الجبرا وداينامكس وكل الكلام ده. فانا كنت شاطر في حاجه واحده فيهم والباقي تريجونومكس ومش فاكر حاجه واحده بس شاطر فيها والباقي كله فاشل بس بحبهم. اوكي. وكنت استمها وقلت عارفه في مسلسل اسمه هاو ميت يور ماذر. فالكاركتر بتاعه تيد موزبي اركيتكت، فقلت انا عايزه ادخل ابقى اركيتكت زيه. وكمان ده المسلسل ده مفهومي عن العشرينات. فخلاص هو ده المين كاركتر حبيته، دخل هندسه بقى بيبني مباني، انا عايز اعمل كده. رحت وعملت الادميشن كل حاجه والدنيا تمام. وبعدها
قبل الامتحانات بتاع الثانويه عامه بشويه حسيت انه انا هموت نفسي لو دخلت هندسه وكملت كده طول حياتي. ابتديت بقى بكره ده، فشفت ايه اللي بحبه. كان ساعتها التصوير والايديتنج والاخراج، وقلت هدخل. كنت عايز ادخل معهد السينما بس كان قصه طويله، بس كان يعني قلت بروسس طويل على الفاضي، وبرضه حته ان هو مش شهاده، هو معهد، فمقلقه ماما الكليشيهات الاهالي بتاعت الحاجات اللي ليها علاقه بالميديا كلها. بالظبط. كان معهد في اللغه، ده معهد ده خلاص. ايه اقرب حاجه ماسكم خلاص، اعلام، هدرس اعلام وبصور ومش عارف ايه. اوكي. ولوكينج باك انا ما اتعلمتش حاجه قوي، يعني انا اللي بتعلم نفسي. اشتغلت في المجال بس فعندي لاف هيت ريليشن شيب معاه، يعني جزء منه عشان هو الحاجه الباشن بتاعتي والهوبي بتاعتي بقت قلبت شغل. اوكي. فبقيت مش بستمتع بيها زي الاول، بس لما تحصل حاجه تبقى اللي هو تنسيني سنه اسبكت الفلوس الشغل وابقى بعمل الحرفه، بيجي لي نشوه مش طبيعيه. اوكي. فانا فاهمك قوي. فاختي عامه كان بايت، يعني قبل ما تاخد باي تكنولوجي ترسم حلو جدا، فانا عملت طول حياتي بقول لها ادخلي ارت اند ديزاين، خليكي رسامه، ادخلي اي حاجه فيها فن. قولي لا كده هكرهه مش عايز اعمله. ايوه. ودخلت باي تكنولوجي اللي هو حاجه مالهاش اي علاقه. فواضح ان ده كان القرار الصح. يعني بشوف دايما اللي هو اصلا الحاجه اللي انا بعملها، يعني انا بزهق بسرعه جدا جدا، فالحاجه اللي انا بعملها كل يوم وبروح الشغل عشان اعملها وكده، لو دي الحاجه اللي انا بحبها فهتبقى اللي هو يعني هتتحول ان هو مجرد حاجه في الروتين بتاعي. لكن لو هي الحاجه اللي انا باسكيب من الحياه بتاعتي بان انا اروح لها، حاسه ان انا لا ستيل هعرف اجيب فيها بشكل كبير. بالظبط، البالانس برضو. طب دلوقتي انت عندك 25 سنه بتتكلمي روسي، هل شغاله في حاجه ليها علاقه؟ طب شغاله ايه؟ لا انا اشتغلت بروسي كام شهر كده صغيرين، ما عجبنيش الحوار يعني. بس لو سيلز والحاجات دي سيلز ما عجبنيش الفكره، وما كنتش حاسه ان انا عايزه اكمل مع روسي. هو طول ما انا بدرسه كنت مبسوطه، لان هما برضو الحته بتاعت الادب والحاجات دي بيرفكت فيها، مع يعني فظاع فيها، فكنت مستمتعه جدا وانا بدرس. وانس بقى ان انا بدات ان انا هتكلم ولساني هيبدا يتكلم باللغه دي، لا هي مش حاجه من اللي انا حابه، يعني مش حاساها. وكنت بدات بقى ان انا احس نفسي زي ما هما بيقولوا ان انا بتكلم الامريكان، يعني امريكان، يعني عارف اللي هو الانديان. لو رحتي هناك هيقولوا بصوا بالظبط، ببقى بتكلم غريب شويه. وما كنتش عاجبني الوضع اللي انا فيه وكده. فبالصدفه البحته جدا حد من صحابي شغال في مكان، فقال لي احنا محتاجين ناس في الماركتنج تيم، ولا اعرف اي حاجه عن الماركتنج ولا اي حاجه. وهم كانوا تمام، يعني ما عايزين حد زيرو اكسبيرينس وهيبداوا من الاول. فروحت بدات واشتغلت في الديجيتال ماركتنج من 2022 تقريبا. اوكي. لا 2023. ايه كديجيتال ماركتنج بتعملي ايه بالظبط؟ مش السوشيال ميديا، يعني عشان دي الحاجه اللي معروف عنها. بيبقى في حاجات بقى تانية في جوجل ومش عارفه ايه الحاجات دي، في SEO وكده. فده بقى اللي انا بشتغله بقى لي سنتين وشويه. حابه الموضوع لذيذ يعني عارفه يعني ايه، في ميكس ما بين الحاجه اللي انا حباها، اللي هو هنت اوف الميديا من حته بسيطه، من حته بعيده، و at the same time يعني انا شايفه نفسي ان انا انفع قوي في 9 to 5. فهو حاجه بينطبق عليها 9 to 5. الروتين. مش بحب الروتين، بس ايه stability. انا بحب فكره 9 to 5، يعني من اللي هو انهي element، اللي هو حته انك عارفه كل يوم هيبدا امتى ويخلص امتى، ولا حته انك رايحه مثلا عندك روتين من حيث الشركه، الناس هتشوفيهم نفس التاسكس نوعا ما، ولا انهي اسبكت؟ لا من اسبكت اللي هو يعني انا مثلا لو عندي، ودي حاجه من الحاجات اللي انا بتمناها، الكاركتر بتاعتي all over the place. بتمنى ان في يوم من الايام يكون عندي بيزنس وكده، بس انا حد بيكره المفاجآت بشكل مش طبيعي. اوكي. ففكره ان يكون عندي بيزنس دي ما لهاش علاقه بالمفاجآت، طول الوقت ريسكس ومفاجآت وحاجات مش عاملين حسابها وكده. ففي 9 to 5 بحس نسبه المفاجآت تكون اقل شويه، يعني احنا ماشيين على رتم كده، هو ده اللي ماشيين عليه. اوكي فاهمك. هل هي تعتبر ستارت اب ولا كوربريت اكتر ولا؟ لا كوربريت. فعشان كده صح. انا كوربريت سليف جدا. يعني بكل ما تحمل الكلمه من معاني. اما بحب قوي الناس اللي عشان عارفه بقى في ترند كده اللي هو انا مش عايزه ابقى كوربريت سليف، انا عايزه ابدا البيزنس بتاعي، ولا عايزه وات ايفر.
بقيت بتخانق يعني. ماشي كان في فتره برافو عليكم يا جماعه يلا نتحرر من ده، بس بقى لما كل الناس بقت تعمل كده طب ومين هيشتغل؟ ايوه دي حقيقه. مين هيشتغل في الشركات؟ طب دي حقيقه. وبحس بيعملوا كده عشان ترند، فاهمه؟ مش عشان هم even though it's perfectly. وكمان يشيم الناس اللي بيشتغلوا كورب. يعني انت مثلا مبسوطه في كورب، اجي انا اقول لك انت المفروض تسيبي شغلك، انت كده بالضبط، بس انت مبسوطه عادي، مبسوطه حياتك كده. هي ممكن تكون ترند مش عارفه، بس هو في فجاه كده الناس كلها طلعوا فعلا قعدوا على السوشيال ميديا، عملوا سابوا شغلهم كلهم، فتحوا براند هوديز وقعدوا يشتغلوا كده. نو شيم والله ونو هيت وكده، بس يعني I got influenced في حبه اللي هو لا انا محتاجه اسيب الشغل ومش عارفه ايه. بس looking at them يعني انا حاسه ان هم ممكن يكون عندهم passive income. لا انا ما عنديش passive income. فانا يعني انا لو عملت حاجه زي كده هبقى بريسك ماي فيوتشر بشكل مش طبيعي. وبعدين انا لسه يعني اللي بيعمل كده عاده ممكن يكون لما كنت بشوفهم يعني كنت انا بقى في الايرلي 20s وهم في الميد 20s او في الليت 20s. فممكن يكونوا اخدوا اكسبيرينس الكوربت، وانا بشوف ان اكسبيرينس الكوربت دي يعني لازم نعدي عليها، هتفرق جامد جدا. عارفه انا متفق عامه جدا من حته انه كل جميع الاكسبيرينسز ليها فايده. يعني كده انا ليها الاستفاده بتاعتها في شهور من ده. بس في حاجات حتى ولو انا عارف ده، يمكن عشان انا عيني دي شويه مش هاخد الاكسبيرينس حتى لو عارف ان ممكن تفيدني لو انا ضد المبدأ تماما. يعني انا من الناس بس مش لدرجه ان انا اقول للناس اللي بتشتغل في كوربريت انتوا وحشين او بتعملوا ايه. لا انا شايف ان توتالي فاين. بس من الناس اللي حاولت ومن وانا صغير اشتغل في كوربريت وكده وما عرفتش سرفايف يوم. يعني حصل لي 2 انسيدنتس. مره والاثنين كانوا حاجات سيلز وكول سنتر وحاجات كده. والاثنين كانوا كونسنتريكس تقريبا. اوكي اشتغلت هناك شويه ما عرفتش. انا رحت يوم واحد بالظبط، كان عندي 18 سنه فاكر. وكان مش فاكر لسه مخلص مدرسه لسه داخل الجامعه حاجه. رحت اليوم الاندكشن داي ده واللي هو الحاجات دي. اتعرفت على كام حد لمجرد ان عدى في اليوم ساعه مثلا وقاعد مش بعمل اي حاجه وهم مش فاهمين المفروض يعملوا ايه، فمستنيين. قالوا لي طب هنستنى شويه لحد لما مش عارف ايه. من كتر ما انا حسيت بنيجاتيف انرجي كده وان ايه اللي انا بعمله ده وحسيت باحساس وحش جدا. طلبت اوبر، روحت بيتنا، نمت، قلت انا هدور على شغلانه ثانيه بس مش هقدر اشتغل. وحاجه مره ثانيه عملتها كان بعدها بسنه سنتين كنت عايز بقى محتاج فلوس جدا. اشتغلت حاجه وكنت خدت من شويه سيلز اكسبيرينس من حاجات زي ايزك وكده لو تسمعها. فاشتغلت من البيت وكان بقى خلاص كل حاجه لذيذه مش اخر الدنيا. ساعتها كنت في اكتوبر من معادي. المره دي من البيت وبعمل كولد كولينج والدنيا لذيذه ورايقه. وانا دات كولكتور بكلم ناس في امريكا اقول لهم انتوا عليكم ديون محتاجين تروحوا مش عارف ايه. ولو ردوا وقالوا اوكي بيبقى كده زي بوينت يعني حاجه زي كده. فكان عندهم سيستم لو جبت رقم معين في اليوم بتاخد بونس. والناس على الجروب بيكمبيتوا مع بعض ان هم يكسبوا. انا من اول يوم اخدت التوب سكور الاعلى من الناس بقى لها شهور في الشركه. والتيم ليدر بتاعتي مش مصدقه نفسها والناس الهبل ده انت مين يا ابني وكده. وبعدها اخر يوم خلاص شفت خلصت بعد اسمها كان مريم. مريم عامله ايه؟ انا النهارده اخر يوم ايه؟ التعويض يا ابني انت جامد فشخ ومش عايزاني امشي طبعا. لا معلش انا كاره حياتي مش هقدر. وكنت محتاج فلوس جدا بس قلت لا يعني ربنا ما قالش ان انا اموت نفسي واجلد نفسي عشان فلوس هو هيرزقني يعني. طب ايه الفكره يعني؟ هل الحاجه اللي كنت بعملها نفسها ما كانتش عاجباك؟ اعتقد ولا ايه؟ اصل الكولد كولينج دي بجد انا كان لي اكسبيرينس معاها بجد كانت اوحش حاجه في الدنيا. لما كنت في ايزك كنا نعمل حاجه زي كولد كولينج بس عشان الناس نسفرهم من مصر لبره مصر. واحنا كنا زي ستودنت اكتيفيتي فمش بقبض يعني فلوس. وكنت اكشلي بحب الموضوع فشخ وكنا سافرت بتاع 80 واحد مثلا. وخدت اووردز وكل الكلام ده. بس فما عنديش مشكله في الكولد كولينج بس تفهميش بقى في الشركه او عشان حسيت انه هو انا هقضي مستقبلي كده الكارير بتاعتي تبقى كده. ده اللي خلاني لا انا مش سحقر نفسي قوي وانا بعمل الموضوع ده. فلا انا مش شغلانتي فاهمه. بحس انه ممكن يكون انا اخدت اكسبيرينس الكول سنتر والاكسبيرينس بتاعه الكولد كولينج بس كان فكرتي معاهم انا ما كملتش يعني. في واحده منهم الكول سنتر اشتغلت 3 شهور. كانوا اللي هو اول لما الكورونا الكورنتين خلص وبدانا ننزل تاني فاشتغلت 3 شهور
وكنت بروح الجامعه لان كان عندي اتندنس واروح الشغل ومش عارفه ايه ولفه كبيره كده. وبعدين فجاه اللي هو وقفت كده اللي هو انا بعمل كل ده ليه يعني؟ هو حتى مثلا لو فضلت يعني اجيت بروموتد هوصل لايه يعني؟ بالظبط انا هفضل هنا لحد امتى؟ وبعدين what's the bigger purpose يعني؟ انا بعمل ده كله ليه؟ ما شفتش اي حاجه. فلا اللي قلت فاكس مش هكمل. وفي مره تانية اشتغلت كولد كولينج، كان مش فاكره والله كان ايه بالظبط، بس كان تيلي سيلز حاجه كده مشهوره شويه. وكان ايه ان احنا نكلم الناس، كانوا الناس الكبار، الناس الكبار في السن، عشان نقول لهم يشتروا مننا ميديكال انشورنس حاجه كده. المهم انا ما كنتش فاهمه قوي، هم ما كانوش موضحين لنا قوي احنا بنعمل ده ليه. فلما بدات اخد كول ورا التانية فحسيت ان انا بكلم ناس، هم الناس دولت يعني هم كبار جدا مش يعني داريين اصلا، هم مش معايا. او في ناس بدات اللي هو تدي انفو كريدت كويس، فحسيت ان اللي انا بعمله ده حرام يعني. انا حرام يعني انا بعمل ايه؟ فرحت يعني رحت فجاه كده، رحت يومين، التالت ما كنتش ما كلمتهمش حتى، قلت لا انتوا يعني احقر ان انا اقول لكم ان انا مش جايه تاني. فيمكن عشان كده. لكن بحس ان لو انا في كوربريت بس بعمل حاجه ليها معنى، ليها فايده، في حد هيستفيد منها حاجه، الدنيا تمام ماشيه معايا عادي، مفيش مشكله بالنسبه لي. فاهمك قوي عامه. عايز بقى ارجع لدروسي عشان دي حاجه انا حاسك مش اوير قد ايه هي كول يعني حاسه محتاجه تتكلمي عنها بقيه الحلقه يعني يعني مثلا هل الروسي طب اثر عليكي ازاي على حياتك من ساعه لما انت خلاص بقيتي تتكلمي؟ هل كان ليه اي افكت سواء بوزيتيف او نيجاتيف؟ اوكي. اعتقد ان يعني مش الروسي نفسه، ولكن اللي اتعلمته وانا بدرس الروسي. الكليه عندنا كلها يعني هي جامعه حكومه، فمش لا عين شمس. اوكي. فمش اروش حاجه في الدنيا يعني، حتى شكل الجامعه يعني زي هوجورتس بتاعت هاري بوتر كده سلالم كتيره ومرعبه. ولكن فكره الكالتشرز المختلفه اللي بنتعلم عنها انا بالنسبه لي كانت مفيده. في ناس تانية ما كانش فارق معاها الحوار ده، بس انا كنت شايفه ان انا بستفاد قوي. ناس تانية بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي، بيروحوا فين، بيجوا منين. الحوار ده يعني ما كنتش اتوقع ان انا ممكن اعرفه قوي لو انا ما درستوش. والادب والحاجات دي وكده من الحاجات اللي انا بحبها يعني. وانا زمان في المدرسه النوفل والحاجات اللي كنا بندرسها وكده كانت، والبويتري والحاجات دي كانت بالنسبه لي حاجات جامده جدا يعني. فلما بقى رحت اتعلمتها بقى في الجامعه باللغه مختلفه، كانت حاجه بالنسبه لي فظيعه. وكنا بندرس عربي كمان يعني لغه عربيه، اوكي، من ضمن الحاجات اللي بندرسها. فدي بقى كانت بالنسبه لي من المواد المفضله بالنسبه لي. فهو كأنها حاجه اتثقفتي اكتر من انت اللي هو اتعلمتي وبس. كنت حاسه ان هو يعني اللي هو يعني الشخص اللي بيتكلم يقول مما لا شك فيه اللي هو كنت حاسه ان ده انا جدا. في الفتره بتاعت الجامعه عشان كنا بندرس ترجمه، فكان في ترجمه اقتصاديه وترجمه سياسيه، فكنت غصب عني بفتح حاجات ديب 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 في الاقتصاد وفي السياسه والحاجات دي، وابدا اتعلم عنها. فاللي هو حسيت ان انا عمري في حياتي ما كنت هبقى انترستد بالحاجات دي، ولا كنت هفتح اصلا اشوف ايه اللي بيجرى في العالم حواليا. وانا كمان ما كنتش ادبي، فما اعرفش مثلا ما درستش حرب عالميه اولى، حرب عالميه تانية، ما درستش حاجات في الاقتصاد والحاجات دي. فاللي هو انا كنت يعني عارفه خوف وخفرع ومنقرع والحاجات بتاعتنا دي بس يعني ده مش اكتر ولا اقل. في الجامعه بقى شفت يعني الربط يعني التاريخ بتاع العالم. حسيت ان ده كان مفيد وقتها. ما كنتش حاسه انا بستفيد الحاجه اللي انا بدرس الهبل ده ليه وكده، وعشان بذاكر عشان الامتحان وكده. لكن بعدها حسيت ان لا، ده فرق في الكاركتر بتاعتي. لما بقعد مع ناس بيبقى عندي حاجه اقولها يعني، لو انا ناس ما اعرفهمش خالص اللي هم ناس بقى في ناس كده اللي هو يعني لازم يعيشوا الدور بالمعلومات اللي عندهم. فبحس ان انا بعرف يعني اخليهم يهدوا شويه. فاهم، اللي هو ناس جايين بقى يعملوا نفسهم جامدين بقى ان هم مثلا عارفين حاجه، فانت تقومي مثلا ليفل الحاجه هنا، فانت تقومي اي حاجه الليفل بتاع هنا بكل هدوء اللي هو عادي جدا. يمكن ما يبانش عليا ان انا الشخص ده، بس انا بحب اللي هو يعني ايه خلي الناس تهدى شويه يعني بالراحه. وفعلا ده مطلوب الصراحه. كميه الناس الهبيده بقى واللي هي بتحب تاخد اللقطه وكده كترت قوي. looking back برضه يعني هقضي حبه عايزه look back ال5 سنين ورا قبل ما ادخل في 50 اللي قدام عشان تفرق. ودي حاجه لذيذه جدا. انت 25 انت في النص بالظبط. بالظبط. دي عيد ميلادك امتى؟ في 8 يعني 8 اللي جاي ده انا 99، 8 اللي جاي ده هبقى 26. اوكي. طب عارفه حوار لما بيقولوا يعني لما الشخص بيتم 25 سنه الفرونت اللوب فرونت لوب بالديفلوب،
هل حسيتي ده حصل لك؟ مش عارفه انا يعني يوم عيد ميلادي ال 25 كنت قاعده اللي هو يا ترى بقى انا هنضج ولا لا، او اللي هو فين الفرونت لوب بتاعي مع كده. كنت مركزه على الموضوع قوي. بس يعني ايه، انا بقالي كام شهر كده تقريبا اجس 6 شهور او حاجه. بعد حبه حلوين حسيت ان انا اهدى. انا ما كنتش شخص هادي خالص يعني. مش هادي في اللي هو ان انا لا ساكته، لا هادي في اللي هو مش بياخد كل حاجه بعفويه قوي وعلى اعصابه وكده. لا حسيت ان انا اهدى. في حكمه اكتر كده شويه يمكن مش عايزه اقول لك كده عشان ما بانش يعني تو ماتش. وفي نفس الوقت حسيت ان عادي يعني، ايه اللي هيحصل اي حاجه تحصل ما عادي يعني. المنتاليتي دي والله اسمها ايه؟ اسمها هي حاجه في الفلسفه اللي هي ستويسيزم، اللي هو مبدا حاجه ان هو حد بينج ستويك ده ان هو متقبل انه ما عندوش تحكم على اي حاجه. ولو انت ما عندكش تحكم على اي حاجه يبقى you shouldn't let اي حاجه تبوظ. لو ايه حصل لك، هل انت عندك اوبشن او عندك كنترول اوفر الحاجه؟ خد الاكشن. ما عندكش خلاص. فده بحسها with balance طبعا، عشان احنا مش ممكن مهما الواحد قد يحاول يعمل ده مسيره يقع، بس بحس ده a great way to look at life in general. حاسه ان ده يعني a perfect definition للحاله اللي دلوقتي اللي انا حاسه ان انا فيها. ومش عارفه هل ده بقى بسبب الفرونت لوب ديفلوبمنت ولا كده، ولا بسبب ان ايه بقالي فتره مش عايزه ابان برضو اللي هو الشخص بيتكلم عن الدين قوي وكده بس اللي هو يعني انا مش بيرفكت في الدين، ولكن بقالي فتره بتفرج على الحاجات وبحاول اشوف يعني اجيت تو نو حاجات اكتر من اللي احنا عارفينها، اللي هو يعني برضو بحس ان المعلومات اللي عندنا صغيره شويه. فهو ده التوكل، اللي هو انا لو في حاجه في ايدي فانا هعملها، لو مفيش حاجه في ايدي يعني ما خلاص يعني هعمل اللي عليا وخلاص. لا ما كانش كده في الاول يعني. كنت بحس ان انا محتاجه اتحكم في الريزلتس بشكل مش طبيعي جدا to the extreme يعني. انا برضو بلاحظ ان انا دلوقتي عندي 24 سنه. برضو بلاحظ ان في الاول في اول العشرينات كنت اللي هو يعني مش ان انا اتطفيت دلوقتي بس كان عندي اللي هو حماس ان اعمل كل حاجه واي حاجه وبطريقتي وغصب عن اي حد، واللي هو بمتلك كل حاجه. ودي كانت يمكن عشان كنت برضو قبلها الفتره اللي قبلها كنت حاسس ان انا عايز اتحرر اكتر، عايز اعيش شخصيتي. ما كنتش انا، وكنت اوير ان مش انا. فعملت كده. بس مع الوقت ابتديت بقى اتعيد يعني. كنت الاول كده بقيت كده، دلوقتي عمال بقى فاهمه. ولا انا اكستريم اللي هو يلا بقى ومش عارف، ولا انا اللي هو قاعد مش بعمل اي حاجه. بتعامل برضو بهدوء كده، واللي هو whatever happens مش هتمسك في حاجه قوي. الاتاتشمنت ده برضه عشان بعرف الموضوع ده بقالي فتره. انت مش متبقاش متعلق بحاجه قوي، عشان طول ما انت متعلق بيها الحاجه دي هي اللي متحكمه فيك. دي حقيقه. الحاجات هتيجي وتروح وهتتغير ف واضح ان الفرونت اللي عامله شغلها. هو انا عندي ثيوري كده دايما في الافلام اللي اتفرج عليها بره، بالذات الافلام الامريكان يعني، بيجيبوا التينيجرز اللي هم بقى بيكونوا لسه داخلين الهاي سكول وكده، فاكتر وقت هم فيه ريبيليز بقى على اي حاجه بتحصل وكده. انا بشوف ان عندنا السن ده مش نفس السن عندهم، اللي مش هو 16 كده. السن اللي عندنا العشرينات. اصل انا بشوف ان هو عندنا اول العشرينات يعني، اللي هو الوقت اللي احنا لحد ما بنبدا نتحرر من القيود فيه. بس انا قبل كده احنا بندخل الجامعه كبار يعني بالنسبه لهم. 18 سنه ده بره بيدخلوا الجامعه، بس مش كله بيدخل الجامعه. اغلب لسه 18 سنه تبقى عايشه لوحدها. بيبقى خلاص احنا 18 سنه عندنا 17 18 لسه بندخل الجامعه. لسه بقى بنكسبلور العالم اللي هو بعيد عن البيت. غالبا كلنا المدرسه كانت بتبقى جنب البيت، صحاب المدرسه هم صحاب النادي. الحياه كلها كانت قد كده. اول لما بتبدا بقى الحياه تكبر نبدا بقى اللي هو الانرجي مش عارفه ايه، وده بيجي عندنا بقى في اول العشرينات. انا بشوف كده بصراحه. فاهمك جدا. مثلا انه عشان احنا في مجتمعنا بطبيعته اللي هو بره الطبيعي 18 سنه يلا اطلع بره روح اكتشف حياتك. والاهل يعني يطردوك اصلا، مش انت كمان، وتروح الجامعه. تروح حتى لو مش هتروح الجامعه يعني هنا. وان هم طبيعي يبتدوا شغل من 15 16 سنه. هنا بحس ان الناس بتبتدي شغل بعد لما خلص جيش بعد الجامعه. فاللي هو في ناس تبدا شغل على 24 25 سنه، فاللي هو بعيد يعني بعيد جدا. كانوا وندر بيقلبوا هم 30 سنه
يبقى لسه بيكتشف نفسه بقى لسه بس عامة يعني طبعا الاليمنت بتاع يعني انا من الناس اللي بتشجع ان الناس تعمل حاجه في حياتها تشتغل حتى لو مش هتشتغل عشان الفلوس يعني تشتغل عشان تلاقي الكولينج بتاعها في الحياه. يعني انا ابتديت شغل برضو من وانا عندي 16 سنه تقريبا كنت بمشي كليب وهو جات كده حطيت على جروب فيسبوك عايزه انا عندي كذا كذا سنه ونزلت ادور في محلات بس كلهم كانت 15 سنه صح ما كانش عندي بطاقه مش راضيين يشغلوني فانا عايز اشتغل في السنه دي ففضلت ادور ومش عارف ايه واحط على الجروبس لحد لما حد كان عنده كلب كبير ومش عنده شغل وبتاع فمش لاقي وقت يمشيه فقال لي امشيهوله واكشلي كنت بمشيله الكلب اللي مش فاكر اليوم ب70 جنيه اوكي وكنت ساعتها بالنسبه لي كل يوم او المره ب70 جنيه فكنت مرتين في اليوم فكنت اللي هو رقم اول مرتب ليا كان مثلا بتاع 700 جنيه كنت اللي هو و700 جنيه مش يعني 700 جنيه دلوقتي ولا حاجه بس 700 جنيه من حبه حلوين يعني وكمان انا بعرق جبيني بقى لو انا تعبت فاخد وانا اصلا لحد دلوقتي طبعا صراحه اغلب الفلوس صرفتها بس باقي 200 جنيه وماضي عليها من ساعتها مش راضي اصرفها فانا بحب الشغل جدا حتى لو مش هتطلع بيه باي حاجه غير انت اشتغلت بستغرب لما الناس تبقى مأخره قوي الموضوع او يبتدوا يشتغلوا لما يتخرجوا missing out على حاجات كتير جدا. دي يعني انا بتفق معاك جدا في الحوار بتاع الشغل ده وبشوف ان هو يعني انا لو انا بشتغل علشان مش عايزه اكون ان انا ببان privileged قوي وانا بتكلم ولكن لو انا طول الوقت وانا بشتغل بفوكس قوي على انا جايلي قد ايه بحس طول ما زي ما انت كنت بتتكلم على الاتاتشمنت لو انا اتاتشد قوي لفكره انا هيجيلي كام وقد ايه مش هيجيلي يعني او اللي هيجيلي ده يعني هيبقى يعني زي ما بيقولوا كده اللي جاي على قد اللي رايح بالظبط لكن دايما بشوف ان الشغل بيجيب شغل وبالتالي الفلوس هتجيب فلوس وهتظبط دايما يعني. ممكن بتقول لي بالذات مثلا لو سجت سبت شغلانه وانا طب بس انا محتاج فلوس بس مثلا شغلانه حاسه بتهان مثلا فيه اوكي قول لي بص هو ربنا اللي هيجيب لك فلوس كده هو ربنا اللي بيرزق مش هما فالفلوس كده كده هتيجي انت اشتغل حاجه شاطر فيها واسعى ودور وحاجه تحبها وحاجه مناسبه ليك وهي فلوس هتيجي بس لو ابتديت تشتغل عشان الفلوس ولا انت بتشتغل الفلوس مش خلاص ثانيا هي متحكمه فيك فاول لما تعويم يحصل اول لما مش عارف ايه انت اتدمرت والشغف بتاعك اللي انت المفروض يكون ده السبب الحقيقي هو مش موجود ما عندكش اي دافع صح فبحس انه الفلوس كده ان شاء الله ربنا هو اللي بيرزق هو اللي بيقرر هيجيلك كام في اوقات يعني بتسعى في باب او بتسعى في حته وتلاقي مثلا فلوس جايه من يعني انا عماله اهري مثلا في شغلانه معينه والاقي فلوس جت من حته تانية ما انا ما كنتش عامله حسابي على كده ده اللي بيحصل هو احنا بنسعى ربنا طلب مننا ان احنا نسعى بس ما كانش يعني اللي بعدها على طول ان احنا لما نسعى في الحاجه الفلانيه هناخد الاجابه بنفس الطريقه او لو هناخد الريزلت اللي هتيجي من نفس المكان اللي احنا سعينا فيه لا هو 100% ساعات كده وفي الناحيه التانية يعني يجي منها النتيجه 100%. قولي لي طب لو هتلخصي ال5 سنين اللي فاتوا في كلمه اللي هو من 20 لحد 25 كلمه واحده ممكن تبقى كل حاجه وعكسها. اوكي طب ازاي حاسه ان انا يعني في لقاء مع استاذه منى الشاذلي كان على الفيلم بتاعي كل حاجه وعكسها بس ده بجد يعني من 20 يعني سنه 20 ده كنت بعك جدا يعني ما كنتش فاهمه انا بعمل ايه. اعتقد 20 ده ايه وقت الكورونا فكنتش فاهمه الدنيا فيها ايه وكده وانا من الناس اللي جات لي الكورونا دي يعني على كانت حاجه حلوه ولا على طبق من ده كنت مبسوطه جدا وانا برضه ان انا كنت حسيت ان انا وقتها كنت محتاجه اللي هو ايه كنت لسه داخله الجامعه بقى لي سنتين واللي هو زي ما انت بتقول كده اللي هو مليانه بانرجي اللي هو كنت عامله زي النحله اللي عماله تلف كنت محتاجه سلو داون فلما لقيت الدنيا كلها حواليا بتسلو داون فحسيت ان هو انا مش بمس اوت على اي حاجه احنا كلنا قاعدين مع بعض. بعدها رجعت تاني ريحت جامد قوي في كورونا بعدها بقى رجعت تاني بنفس الانرجي ودي يعني فتره من 21 ل 23 ل 23 او ل 22 قبل ما تم 23 على طول ده بقى بجد العك اللي انا كنت بعكه في حياتي اكبر عك عكيت في حياتي اللي هو كنت عايزه دروب اوت من الجامعه واللي هو
اللي هو بقى اكتر وقت كنت فيه الكائن المعترض على كل حاجه وفاكره ان انا فاهمه كل حاجه. ولما برجع ابص اللي هو انا لو كنت مشيت ورا ان انا عايزه ادروب اوت من الجامعه وكده كان زماني بشحت في الاشارات مثلا او حاجه. لا كانت الدنيا تبقى صعبه جدا. ودلوقتي حاسه ان انا يمكن في اكتر وقت ستيبل فيه واكتر وقت عارفه نفسي فيه. يعني كنت حاسه ان انا بتجنب ان انا اعرف سلمى. كنت ما بحبش جدا خالص خالص خالص. وكنت ممكن احوط نفسي بناس زي ما نقول كده لما كدابه مش شبهي خالص لمجرد بس ان انا ما اقعدش اسمع دماغي بتقول ايه. افهمك. ما كنت بكره ده. طب ايه اللي ده اتغير دلوقتي صح؟ طب ايه اللي خلاه يتغير؟ لما اجبرت ان ما يبقاش في حواليا حد. اوكي. يعني انا ما يعني حتى الخطوه انا ما اقبلتش عليها ان انا اقعد لوحدي او ان انا ابقى لوحدي شويه. بس اول لما في فتره كده جت عليا ناس ما كانوش حقيقيين خالص خرجوا من حياتي وناس موجودين دلوقتي في حياتي بس somehow حصل حاجه فما بقوش موجودين فيها. فاللي هو لقيت نفسي اللي هو لوحدي فغصب عني بدات اقعد معايا فبدات اعرف اللي هو حاجات كتير بقى عني وابدا افهم ليه انا كنت بتصرف كده في حاجات كتير. وكانت يعني قاعده حلوه. يعني سنه مثلا كنت قاعده مع نفسي مش اللي هو اللي مع نفسي طول الوقت ولكن اتعلمت فيه حاجات كتير قوي. واي جس ان دي فرقت معايا بقى دلوقتي جدا. يعني عايز اقول حاجه تعليقا على انت قلتيه وبعدين ندخل في بوينت تانية. شفت كل مره بقول كده كنت ببقى عايز اقول انا قريت حاجه بس في الاخر شفت تيك توك عادي. شفت تيك توك كان بيقول يعني انه طول ما انت دايما عندك نفسك انت عمرك ما تكون لوحدك. وعجبني جدا عشان فعلا بحس ان ممكن تبقى around ناس وتفيل لونلي وده السبب ان انت مش متصالح مع نفسك كفايه او مش ما اتعرفتش على نفسك كفايه. عكس لو انت literally لوحدك بس ممكن ما تبقاش لونلي عشان انت your company is enough ان انت قاعد مع نفسك لو حد ذاته عارف تتبسط. عارف ازاي مثلا تقعد في البيت تتفرج على فيلم وتتبسط تاكل حاجه تطبخ حاجه تسمع تتمشى مش شرط تضايق. وانا كنت at some point في حياتي الانبساط يعني ناس فلو خروجه مثلا وباظت في اخر لحظه وانا عايز انزل يجي لي اكتئاب مش طبيعي. even though الناس عادي في حياتها بتكمل عادي وبيعملوا their own thing. بس اول لما مش عارف ايه اللي خلاني الصراحه اغير برضو في الحته دي بس فجاه لقيت نفسي لا انا بقعد مع نفسي وقت اكتر وبعمل اكتيفيتيز مع نفسي وده خلاني متصالح جدا مع الموضوع. اوكي. يعني هي بجد هي بتيجي كده. يعني انا بحس ان هي بتيجي كده. وفي اوقات كتيره قوي كنت بحس ان انا وسط الناس لمجرد يعني حتى لو انا مش معاهم بس انا كده تمام. يعني لو انا مش معاهم فولي او منتلي معاهم يعني بس انا كده تمام طول ما انا مش قاعده لوحدي ومش سامعه نفسي وكده فانا تمام. وبرده من ضمن الحاجات اللي كانت مختلفه ان انا كنت بالنسبه لي التجمعات العائليه والوجود وسط العيله او العيله الكبيره او الاسره الصغيره اللي هم بابايا ومامتي وكده دي حاجه تقيله موت. يعني حاجه تقيله على قلبي واللي هو يا لهوي الواحد يقعد في البيت مش قادره اقعد في البيت ومش عارفه ايه والكلام ده. لكن لما بقيت لوحدي فده بقى منفذ تقريبا المنفذ الخروج الوحيد اللي هو انا هخرج مع الناس اللي انا عايشه معاهم. فاللي هو عارف الميمز اللي كانت لما النور يقطع وتخرج تتعرف عليهم في الصاله وكده اللي هو ده اكشولي اللي حصل. اللي هو ايه ده انتوا طلعتوا ناس كويسه يعني. يعني فاللي هو ما كنت حاسه ان كل ده انا كنت في حته يعني في حته تانية وحاسه ان انا محظوظه ان ده حصل لي بدري. يعني كان ممكن يحصل متاخر شويه فابقى فوتت كتير قوي مش عارفه لا عارفاني وانا عارفه الناس اللي انا عايشه معاها ولا اي حاجه. فاهمك قوي. في حاجه بقى مهمه احنا نسينا نقولها. اصلا سلمى اتعرفت عليها عشان هي عندها بودكاست وعرفنا بعض عشان هي عندها بودكاست وانا عندي بودكاست ولا ايه ده الله مش عارف ما تيجي نعمل حلقه. فعايز بقى اتكلم عن الموضوع ده عشان ده اول مره اقابل حد يعني عنده بودكاست وعايز افهم ايه بقى اسبابك ايه اللي خلاكي تعمليها how was it كل الحاجات دي. فكره ان انا اعمل بودكاست دي يعني هي هرجع سيكه شويه لورا. وانا في ثانوي وانا 16 سنه كنت في يعني ده كان البيك بتاع اليوتيوب بره مش عندنا. فكان بقى الفلوجز والناس بتعمل كونتنت ومش عارفه ايه والحاجات دي فكان ده بقى تحفه.
فانا كنت طول الوقت حاسه ان انا عايزه ابقى زي الناس دي، يعني عايزه اعمل زي ما هما بيعملوا، بس انا ما كنتش شايفه حد عندنا بيعملوا كده خالص. صح. ما كانش في ولا حد كونتنت بيكرييت بالعربي غير 2 لا 3 اعتقد. كان شادي سرور، مهند حطاب، وشريف فايد. والثلاثه كانوا كاتيجوريز في حته واحده بس، يعني هما في الكوميدي. ما كانش في مثلا بنت بتعمل بتعمل ميك اب او كده، اللي هو حاجات اللي هو انواع الحاجات اللي بتفرج عليها. في الوقت ده انا كنت مسافره، ما كنتش هنا في مصر، كنت في السعوديه. فاللي هو وكان معايا حوشت شويه فلوس. اول حاجه رحت عملتها انا رحت اشتريت كاميرا، حتى بجد كانت كاميرا بشعه يعني، وكسرت الموبايل كان احلى كتير جدا. وقلت خلاص انا هبدا يوتيوب شانل. فضلت اللي هو باخر الخطوه، يعني ببروكراستينيت لحد ما نزلت مصر. قلت لا انا هعملها مع واحده صاحبتي، لمجرد ان انا خايفه ان انا اعملها لوحدي، يعني مش حابه ان انا اعملها لوحدي. عملت انا وهي فيديو او 2 وخلاص. بعدين رحت قلت لا انا بقى هعمل شانل لوحدي. كناش بنعرف نظبط ان احنا نتقابل. عملت شانل لوحدي وقعدت فيها حبه حلوين، يعني قعدت اولى ثانوي كلها، تانية ثانوي كلها. وكنت يعني كان في بداوا بقى يطلعوا كرييترز عرب بس مش مصريين ستيل، يعني بنات من الامارات وبنات من السعوديه وكده. واتعمل كومبيتيشن كده كان اسمها فرصتي، يعني من اسمها ان هو تشانس يعني للبنات الكونتنت كرييتر ان هم يعملوا يطلعوا منهم واحده تكسب رقم يعني فلوس. اشتركت يعني اخدت شوط كبير جدا فيها وبتاع، وكان الموضوع ماشي تحفه لحد بقى ما جت ثانويه عامه. فانا ما كنتش محجبه، اتحجبت في ثانويه عامه. فرحت قلت لا انا هقفل بقى الشانل وكده الا حجابي وكده. فرحت قفلتها وقلت هرجع بعد ثانويه عامه. طبعا بقى ما رجعتش لحد يومنا هذا. فجيت بقى فاست فورورد لو انا في وقت كوفيد او 2021. انا كنت ستيل لسه في كونتنت كرييترز بتفرج عليهم من وقتها، فلقيتهم بدأوا يعملوا حاجه اسمها بودكاست. هما فيديوهات زي الفيديوهات اللي بيعملوها بس حطوا فيها مايكات وبيسجلوها اوديو، وبتنزل اوديو بتنزل فيديو. روش قوي الحوار ده، فعجبني جدا. وبعدين بقى فهمت ان هو اصلا بيبقى اوديو بس هما مسجلينه ومش عارفه ايه. كنت متحمسه جدا. فمن 2021 انا بقول ان شاء الله هعمل بودكاست ان شاء الله هعمل بودكاست لحد ما جيت انا يعني عملت البودكاست في 2023. كان يوم 3 او عشان كده هي اسمها حكايه ال3، يعني هو كان يوم 3 وكان بعد عيد ميلادي بكام يوم. فروحت قلت خلاص انا هعمل البودكاست. ورحت منزله يعني سجلت بالموبايل التيزر كده ورحت منزلاه. وقلت اللي هو نزلته عشان ابقى حطيت نفسي قدام الامر الواقع. انا هعملها دلوقتي. والكوفي ارت عملته كده على بيكس ارت على الموبايل، يعني حتى هو ده نفسه اللي موجود دلوقتي، ما غيرتش فيه حاجه. هو كده يعني خلاص بقى، يعني هي لو ما جاتش دلوقتي مش هتيجي. وفضلت كام ابيسود بسجل بالموبايل لحد ما رحت اشتريت مايك. و حاجه مضحكه جدا بس خالته عشان تشجعني وكده خالته راحت قالت لي طب خدي كمان دولت، يعني خدي فلوس. انا كان معايا ان انا اجيبه بس هي كانت حابه تشارك. قالت لي عشان في يوم من الايام لما تبقى البودكاست ليها معنى او انا اديتها فلوس انا مولتها بجد. فاللي هو فروحت بقى جبته وبدات بقى بعدها بفتره. السنه اللي فاتت بدر نور بتاع بودكاست اشتري مني كان عامل ورك شوب، فروحت اخدت الورك شوب. فرقت معايا بصراحه في حاجات كتير. وبس مش اجمد بودكاست في الدنيا ومش اكتر حد يعرفها، بس لا هي بالنسبه لي ماي تشايلد يعني. فاهمك جدا حته انه انا عامه بريت لك كذا حاجه من انتي قلتيها، عشان من اسبابي اللي نعمل بودكاست شبه اسباب جدا. برضه في 2016 كانت لقطه اليوتيوبرز والكونتنت كريتورز وكده وفلوجز بعشقهم. وحبه ابتديت كنت البودكاست تشهر بره بس لسه ما كانش هنا. واحده معانا اسمها ذا بيسمنت يارد. وكان في اراوند 2017 كان بينزله. فكنت اللي هو انا متخيل نفسي جدا بعمل ده وعايز اعمله. بس طبعا يعني فين وفين بقى حياتي هنا وهنا وتجيبني هنا واعمل حاجه تانية وبتاع. بس دايما الفكره ان باك اوف ماي مايند. وانا فاكر كان في واحده صاحبتي اسمها مريم، كنا اصحاب جدا في المدرسه. فكنت دايما حاجه غريبه كده بعملها يوم مثلا في الاسبوع ولا حاجه، بدخل المطبخ وببعت لها فويس مثلا 10 دقايق ربع ساعه على الواتساب وكانها بودكاست وبتكلم على اي لا شيء على اي حاجه. كنت دايما تقول لي اللي هو بس ساعتها كنت لسه بودكاست معروف، فكانت تقول لي مثلا لازم تعمل فيديوز يوتيوب ومش عارف ايه.
فكان دايما الموضوع في باك اوف ماي مايند لحد لما قابلت، بحب القصه دي قوي عشماوي صاحب اورا المكان اللي احنا فيه. اوكي. قابلته في ديسمبر 2023 وما كنتش اعرفه، قابلته خلال شخص يعني، و قال لي انا بعمل مكان اسمه اورا سبيس زي كرييتيف كوميونيتي كده، وفي كذا كذا، في ميوزك روم، في بودكاست روم. فسمعت بودكاست روم بص بقول لك ايه، انا عايز بودكاست روم، انا عايز اعمل كذا كذا كذا. وساعتها خلاص خدت اكسبيرينس الشغل وبشتغل وفاهم يعني ايه اضاءه وتصوير والحته التكنيكال دي، وجاهز جدا ان انا استارت البيرسونال براند بتاعتي وان انا ابقى بوست اونلاين. وكان دايما الناس كلها تقول لي بوست اونلاين وكده، بس كنت ببقى شايف انه مش كاره اكون انفلونسر والناس دي حسها فيك قوي كده، فلا مش انا. لما حاجه تعجبني انزلها بس مش كونسيستنتلي، مش بالطريقه الصح يعني. بس بودكاست هي اللي اكتر حاجه خلتني بقى انا عايز اعمل الموضوع ده. قال لي تمام ويلا بينا وبتاع. واول سيزون كامل بودكاست كان بيسيبني اصور هنا فور فري، مايكس واضاءه وكل حاجه. انت عملت حلقه معايا صح؟ عملت حلقه معايا وفعلا من اكتر الناس اللي شجعتني في الموضوع، وكنا بقينا اصحاب كويسين جدا. فالسبورت بتاعه خلاني اكشلي هي الفكره خلاها تتنفذ. لما سبحان الله كان ساعتها مقتنع ده ربنا بييسر لي الموضوع جامد جدا. يعني مشكلتك في البادجت والاماكن، ادي المكان بالمايكس بالمش عارف ايه يلا ف اول سيزون ما فاتش حاجه، وكان بيساعدني في كل حاجه وبتاع، وكان جنب البيت في المعادي فكان حاجه بالنسبه لي عظيمه جدا. وبرضو الاول تيزر عملته نزلته من غير بلان وزي ما تيجي بقى، عشان انا عايز اكون بس بدات. وفكره البودكاست اصلا كنت محتار دايما بين كذا حاجه. انا بحب الافلام جدا، كنت دايما عايز اعمل بودكاست عن الافلام. اوكي. بس لقيت ان اللي عايزه اكتر ان انا عشان كنت متلخبط جدا مش عارف انا محتاج اعمل ايه. كان عندي كذا سكه، يعني انا بعمل افلام وبشتغل كونتنت كريتور وفيديو اديتور وكده، وبشتغل ماركتنج وبشتغل مش عارف ايه. فابرسو انهي حاجه فيهم in doing them all at once seems لا مش عارف. فدايما متلخبط. فحسيت ايه طب ما اكيد في ناس متلخبطه تانية. وبعدها ابتديت ريسيرش في الموضوع. طب ما اعمل بودكاست بتكلم عن الستراجل بتاع العشرينات واللخبطه والجيرني الغريبه دي. بس مش هطلع بقى بدي نصايح زي الناس تانية، لا انا بطلع تايه زيكم يلا مع بعض نتوه سوا بس. والفكره حصلت واتبسطت. لا يعني انا لما اول مره شفت يعني انا شفت التيزر اللي انت عملته، الفيديو اللي كنت عامله قبل ما تنزل البودكاست، ومش فاكره شفته ازاي. يعني انا هو فجاه لقيته قدامي كده، فحسيت اللي هو it makes sense يعني يعني حد كمان تايه مش بس انا اللي تايهه. فاللي هو كان الموضوع interesting بالنسبه لي. بعدين هي البودكاست اسمها يعني اعمل ايه، فاللي هو يعني هنعمل ايه ويعني ده بيرجعني اول ابيسود انا عملتها عندي في البودكاست كان اسمها حياة ما بعد التخرج تقريبا، او اول ما بعد التخرج، عن اول سنه بعد التخرج. وفي ما وراء العشرينات. الحلقتين دولت اكتر حلقتين اتسمعوا عندي، وفجأة انا كنت بعملهم وانا مش مدركة ان الناس عندها نفس الاحساس اللي عندي. انا بقول الاكسبيرينس بتاعتي والثيوري بتاعتي، لان انا يعني انا حد بيفكر كتير في كل حاجة، فبحب اطلع ثيوريز كده على قد. فلقيت الناس بتبعت لي تقول لي احنا حاسين ده. ناس اعرفها وناس بقى ما اعرفها، يعني ما اعرفوش من يعني صحابي او كده. فاللي هو لا ده احنا كتير يعني ده كلنا. بس عمر ما حد جه قال لنا يا جماعه اكسبكتوا ان انتوا لما تبقوا في السن ده هتحسوا بكده. لا عمري ما حد جه قال كده. محدش جهزنا يعني بتكسبكتوا يا جماعه هتتعرضوا للصلاه على الوراثي، بس ما حدش بيقول لنا يا جماعه احنا هيبقى دماغنا فيها ايه. فبنفتكر ان بفتكر ان ام ذا اود وان، يعني المشكله عندي انا بس، انا كسلمى عندي مشكله. بعدين بلاقي ان لا، يعني ده كلنا، ده احنا كلنا كده. فدي كانت من اكتر الحاجات اللي حسيت ان البودكاست بتخليني اكمل ان انا اعملها، ان عشان اكمل اقول للناس يا جماعه احنا مع بعض، احنا زي بعض. انا ده عامه لما قلتي بقى ان البودكاست بتاعتك يور تشايلد اي اجري فشخ، عشان وسط بقى كل الشغل اللي بشتغله والحاجات دايما اللي بيخليني مهما امتى وقفت البودكاست ارجع دايما انه اصل دي بتاعتي، ده اللي انا اللي عاملها.
ودي اللي هتبقى بقى لي لو هتكلم بقى على ليجاسي وكده، ودي اللي هي الحاجه بتاعتي فاهمه، عندي اونرشيب عليها مش طبيعيه. فببقى عايز دايما مهما قد ايه مش لاقي وقت بتاع الاقي لها وقت، عشان دي اللي بتطلعني من لوب بتاعت ان احس ان انا حياتي خلاص مشغول جدا، مسؤول في حاجه مش عارف. ف 100% بتنقذني اصلا. انا بوقفها بقالي حبه كتير وجوين ثرو حاجات صعبه جدا، فلقيت انه عندي بودكاست بتنقذني في المواقف اللي زي كده. فدخلت وعملت حلقه لوحدي في الاوضه وطلعتني ساعدتني جامد جدا. وقلت خلاص لا طب مش عايز اقف عند هنا، هشوف بقى الجهاز واشوف طب اقدر اكلم مين كنت عايز اصور معاه بس. وبمناسبه البودكاست شهر عايز اتكلم على سبونسر الحلقه، سبونسر البودكاست كله which is اورا سبيس المكان اللي احنا فيه. لو جيتوا وقلت لهم برومو كود يعني اعمل ايه تاخدوا 100% ديسكاونت. تقدروا تيجوا تشتغلوا تذاكروا وتاكلوا وتتفرجوا على فيلم، تحضروا ايفنتس، اي حاجه، مكان زي ما انتم شايفين لو بتتفرجوا حلو جدا. فبس شكرا اورا سبيس، شكرا محمود عشماوي. انا بقى عايز اسالك سؤال عشان اعتقد احنا قربنا ميعاد الحلقه. 5 سنين اللي جايه انت عايز تعملي فيهم ايه؟ ده اصعب سؤال بجد يعني، حتى لما بقعد افكر فيه مع نفسي اصعب سؤال. مش عايزه احط expectations عاليه، عشان يعني في حاجات ممكن اكون عايزه اعملها بس ما تتحققش. بس اللي انا عارفاه as cliché as it sounds، بس عايزه اكون علاقتي باهلي اقوى بشكل اكبر يعني. حابه جدا 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 ان انا استمر في البودكاست، نفسي ان هي تكبر، عشان بحس ان دي حاجه يعني اول مره احس ان الناس بتستفيد من حاجه انا بعملها او حاجه بقولها يعني. عمري ما انسى في حتى البودكاست تنزل على يوتيوب بس مش مصورها، ففي حد كتب لي كومنت كنت بتكلم عن نصرف فلوسنا ازاي وفي ايه وكده، قال لي حلوه قوي هسمعها لبنتي. فاللي هو يا عم حضرتك سمعتني وكمان عايز تسمعها لبنتك. فاللي هو يعني لا، حسيت ان عليا مسؤوليه، عليا حمل. والله مش يعني سايبها على الله يعني، مش عايزه احط expectations عاليه او احط بقى حاجات عاليه وكده. بس مثلا شايف دي جولز كويسه جدا يعني، جولز واضحه وصريحه وفي نفس الوقت فير، فانا شايفهم جامدين. موضوع العيله بايدي يعني، هي الحاجات اللي بايدي. وطبعا ابقى كويسه في شغلي ومش عارفه ايه والكلام الحلو ده كده، لكن الحاجات اللي مش بايدي بقى يعني يا رب ابقى اغنى اغنياء الدنيا يعني يا رب ابقى زي نمبر 1 كده ولا حاجه. بس بحبه جدا على فكره. بحب الميز بتاع محمد رمضان قوي يعني، هو كشخص جامد بس دايما في حركات بتدخل لي دي مش ضحك. والحاجه اللي نفسي فيها هي بايدي ومش بايدي، ان انا اروح يورو تريب، مش عارفه اروح ولا لا بس الله اعلم يعني. ان شاء الله تروحي باذن الله. اجري عامه في كله اليورو تريب برضه. في حاجه انا عايز اعملها قبل ما الحلقه تقفل، عشان ده المفروض بعمله دايما في اول الحلقه بس. اوكي. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست يعني. عايزني ابقى اصور صوره بتاع ده بعدين. طب ماشي. حاسس ان عايز ابقى اعلقه في حته هنا مش عارف، ممكن يبقى وراك يعني هيبقى يبان في يعني انا بحاول كل حلقه بقى اجيب حاجه يعني بتاع ده بعلقه. ده حلو قوي. ده واحد صاحبي عمله لي، جرافيك ديزاينر، كان جاست عندي مره وفاجئني بيه وبسطت جدا. حلو قوي. سلمى انت عارفه ان احنا تخيلي بقى لنا قد ايه؟ 50 دقيقه. ايه ده؟ واو. انا حسيت انه بقى لنا 10 دقايق، حاسس ما لحقناش اصلا. حاسه الوقت سكنت ده. انا انبسطت جدا جدا، مبسوط ان احنا اخيرا عملنا الحلقه. و يعني looking forward اكتر ان اتعرف عليكي واعرفك. قولي لي اي شتيمه بالروسي. عارف انك اكيد سالت. على فكره انا كنت مؤدبه جدا وكنت برفض ان انا اتعلمهم والله. انت ما تعرفيش شتيم؟ والله العظيم. ولا يعني انا لو رغم ان الدكاتره بتوعنا كانوا بيقولوا لنا المفروض تعرفوها في your knowledge عشان هم لما يعرفوكم محدش يشتمكم. ولا كلمه ولا يعني غبي مثلا حتى كانت تقريبا على حد ما انا فاكره دورك. اعتقد يعني لو في حد من صحابي بيسمعني او لو حد من اللي درسوا في روسيا ما حدش عدوها يعني. بجد انبسطت جدا، شكرا جدا انت جيتي منين؟ انا جيت من حلوان قريب، مش بعيد. الحمد لله جدا. فشوفوا يا جماعه في حلقه جايه.
هسيب في الديسكريبشن كده كده هنعمل بقى منشنز وكده وكولابس والحوارات دي. بس عايزين تعملوا فولو سلمى، حط اللينك بتاعها. ممكن تقولي لهم الهاندل بتاعك بتاع البودكاست؟ تقريبا يعني حكايات التلات. لا حكايات التلات اندرسكور والله يعني هي اسمها حكايات التلات يعني مش فاكره الحاجات دي. نحطه هنا او عند سلمى بقى هنا كده بس. واشوفكم الحلقه اللي جايه مع مش مع بقى يعني في بودكاست يعني. باي باي.